كان التنظيم في قمة شراسته، يفجر ويدمر ويغتال، بل يتوسع ويتمدد. كل ذلك والأجهزة الأمنية تعجز عن كبح جماح إرهاب داعش. الحرب بالمثل، الخطة التي وضعتها الأجهزة الأمنية العراقية بهدف اختراق التنظيم. خلية الصقور الاستخبارية تكفلت بالمهمة، بحث سري ودقيق عن عناصر مميزين يمكن تجنيدهم لأخطر مهمة في العراق. حارث السوداني ملازم في وكالة الاستخبارات الاتحادية، شقيقه الأصغر الضابط الذي يعمل في خلية الصقور رشحه لهذه المهمة الحساسة في اختراق داعش من الداخل. دورات تدريبية متطورة ومكثفة قبل التوجه إلى أرض الجحيم. كان حارث يحتجز عددا من الدواعش الذين قبض عليهم في عمليات أمنية سابقة، استطاع من خلالهم الحصول على أرقام قادة التنظيم. بدأ بالتواصل معهم على أمل الانضمام إليهم، وهذا ما حدث. بالطبع لن ينال ثقة التنظيم بسهولة، كان يعرف أنه تحت أنظارهم وفي صلب شكوكهم. أولى قادة داعش لحارث السوداني مهمة نقل المفخخات والانتحاريين إلى أماكن التنفيذ. في هذه الأثناء يقوم بالتواصل عبر الشفرة مع عناصر الخلية الذين ينتظرونه في مكان ما لتفكيك المتفجرات وتفريغ الشحنة، ومن ثم يتوجه الفريق إلى مكان خال من المدنيين ويجري عملية تفجير وهمية، بينما تصدر الأجهزة الأمنية بيانا عن وقوع خسائر بشرية لإيهام داعش بأن العملية نجحت. أما الانتحاريون فيقوم حارث بتسليمهم عند نقطة معينة متفق عليها، وغالبا ما كانت الأجهزة الأمنية تضطر لقتل الانتحاري تجنبا لكارثة قد يحدثها بضغطة زر تنسف حزامه المفخخ. عمليات كثيرة أحبطها الأمن العراقي بمساعدة حارث السوداني. أكثر من 20 سيارة مفخخة بمئات الأطنان من المتفجرات تم تفكيكها. 18 انتحاريا إما قتلوا أو سلمهم حارث للأجهزة الأمنية. أبطل عشرات العمليات الإرهابية الأخرى بعد حصوله على معلومات عنها. والأهم من كل ذلك أن حارث السوداني نجح باختراق مخططات توزيع التنظيم ومفارزه السرية وتواجد قادة ما يعرف بالولايات والقادة العسكريين. كان يزود الخلية بالمعلومات التي تنقلها بدورها إلى سلاح الجو العراقي. وخلال ساعات قليلة كانت الطائرات العراقية تنفذ طلعات حاسمة تدمر العناصر والمفارز ومستودعات السلاح. دخل داعش في حالة من الهستيريا، وارتبك عناصره وقادته. كانت معلوماتهم تؤكد أنهم مخترقين بقوة في ولاية بغداد. طلب قادة المهمة من حارث الذي صار برتبة نقيب أن يتوقف عند هذا الحد خوفا على سلامته، لكنه أصر على أن يكمل حتى إنهاء داعش برمته. وفي يوم فككت فيه الأجهزة الأمنية سيارة مفخخة جلبها حارث، نفذوا كعادتهم انفجارا وهميا مع بعض المتعاونين ليطمئن قادة التنظيم بأنه تم التنفيذ. ولكن ثمة من سرب التسجيل الذي تعاطت معه بعض وسائل التواصل والإعلام من باب التشكيك بفبركة الأجهزة الأمنية دون علمهم بالأسباب والمقاصد. سمع التنظيم بالحادثة ودخل الشك الكبير إلى قلوب قادة داعش تجاه حارث السوداني. تكتموا على شكوكهم وكلفوه بمهمة جديدة، ولكنهم زرعوا أجهزة سرية للتنصت والتعقب عبر الGPS، إضافة إلى كاميرات تسجيل صغيرة جدا. وبعد عودة حارث في 17 من يناير عام 2017 اختفى نهائيا.
وانقطع الاتصال به. أدركت خلية الصقور أن بطلها وقع في شرك التنظيم، وفي أغسطس من العام نفسه أصدر داعش تسجيلا مصورا ينفذ فيه حكم الإعدام على 5 أشخاص، وكان منهم النقيب حارث السوداني الذي رحل، ولكنه ظل في ذاكرة العراقيين أسطورة بعد أن فخخ وفجر أسطورة داعش.